وين الغمر ولا توداي ولوز. لا. تكلم معه باللغة العربية. ولو انا قاعد اتحكى معه بالانجليزي باللغه العربيه. ولو اخذ منتخب جزر القمر هدفين، ولكن قلت ان في هذه البطوله لا غالب ولا مغلوب. الحمد لله قدم مستوى وبيض الوجه الجزر القمر. الله يحفظكم ان شاء الله. شكرا حبيبي. شنو هذا اللبس؟ وانت. انا عندي هذه. شكرا. السلام عليكم. السلام. حسن الله وبركاته. خلينا نروح الى وين بنروح؟ مباراة السعودية والمغرب، بس نكمل عليها يعني لان احنا تكلمنا عنها وايد، لكن اهداف المباراة او هدف المباراة الوحيد. قمر عن طريق اللاعب حاجي في الكرة الأخيرة، وإبراهيم المخيلي اللي كان موجود في المكان المناسب. كرة من اليسار، محاولة عن طريق البوسعيدي، يلعب كرة إلى الأمام، وهنالك محمد زينو حول الكرة إلى خارج أرضية الملعب. سلامات للاعب منتخب. هذه المجموعة الثانية بعدما قسمت كل الأمور فيما يتعلق بوضعية المجموعة الأولى. تصدرت فلسطين بفارق الأهداف. محاولة مغربية الآن داخل منطقة الجزاء، عرضية هي السباع. نعم هكذا هم دائما وابدا اسود الاطلس. هي اول الاهداف لاسود الاطلس من المحاوله الاولى. هنا خطف الاسد الاطلسي ووصلت الى المرمى. اول الاهداف ياتي عن طريق البركاوي. اول الاهداف ياتي من كريم البركاوي، وثاني اهدافها الشخصيه في هذه البطوله. ثاني اهداف البركاوي بعد ما كان قد سجل في المباراه الاولى امام منتخب. قبل ما ابتدي اي شيء، اليوم اليوم علي بن الشيخ جاب لي الحلوى الجزائريه الاصيله بدءا من التمر. هذا انا ما شفته على طول عرفت انه جزائري، ما يحتاج يعني. هذا كان عند عبد العزيز اشراف شباب. معلش انا صدمتكم بالموضوع. ايوه اسمها ايش؟ نعم اسمها ايش التمر؟ تمر دقلة النور. دقلة النور. افضل تمر في العالم. من اجود انواع التمور عندهم. نعم. وعلي بن الشيخ رجاء اشرح لي الصينيه اللي قدامك، الحلويات هذه الكوكتيل. والله غير بكل صراحه، نعم احنا في الجزائر عندنا واحد 150 او 200 نوع. ما شاء الله. ما نجمش نعرف كل شيء. حضاره وتاريخ. ما نكذب على روحي، ما كاين اللي نعرفهم وكاين اللي نعرفهم، ولكن الاخرين ما نجمش نقول لك اسماءاتهم لانك. لا اعطني الاشياء اللي تعرفها بس. كاين هاوليك مقروط اللوز، هاو الشارع. ارفعها الله يخليك على بس على حق المشاهد عشان نشوفها. كذي وين محمد الاحمر لو سمحت. كاين اخونا العود. لا تنك. هذه بس دقيقه، وين يبا يده؟ لا تفضل كابتن، معلش كانت الكاميرا مش معك. ايوه هذه الجوزيه، هذه ولايه قسنطينه من الشرق تاع البلد. قرب عندك عشان ما جوزيه هاي ليك. هذه ثقيله. ها جوزيه. نعم. هنايا هذا تشارك يقولوا له. شو اسمه؟ تشارك. لفها الله يخليك، لفها كانها هلاليه. هاوليك. شو اسمها؟ تشارك. عباره عن ايش؟ مخدوم باللوز بالجوز، وكل واحد كاش يديروا. هنا هاوليك عندنا مقروط اللوز. هاوليك بس يا اختر تعال ساعد لي محمد، قرب الصينيه وايد ثقيله. قرب اصب علي معلش. ما عندك مشكله. لا شنو عندك؟ انا عندي مشكله. خلها روح. هذاك لا تاي. قرب عند علي بن الشيخ. لا قرب عند علي بن الشيخ. بس شيل. ايوه الحين احسن كذا. شكرا يا محمد، يعطيك العافيه. ناتشل. كاين شيل. النعمه هكذا. زين قول لي بعد ايش عندك؟ انا اللي نعرفهم هنا قليل. كاين قلت لك الجوزيه، كاين تشارك. هذا شارك عباره عن ايش قلت لي؟ خبز يعني كرواسون كذا ولا؟ لا ماشي كرواسون، هذا مخدوم. هادو كاع مخدومين باللوز. باللوز. عطني هذه من وين جايبين لك اياها؟ في محل جزائري في قطر يبيع ولا نعم. هذا بيت؟ في المحل يديروهم كاين اللي في البيوت. كي تدير لاكوموند تطلب شحال تسحق العراس او
المحل الأعياد، كاين اللي المناسبات. عندهم محل يديروا الا هاد النوع تاع الحلويات. ومام هنا في القطر كاين جزائريين اللي يديروا كان ما شاء الله عليك. الحلوى هنايا. قلت لك وكاين هذه احنا نعرفوها شغل الباكور كان كلش باللوز هذو انا حسبالي تين هذا، نعم حسبالي تين تين إيه شكله تين. شغل تين بالعربيه الفصحى تين، احنا نقولوا له كيف كرموس. هذيك هادو قاعد تقول هيها وكان عندك اللي هاي قلت لك كاين اللي ما نعرفهمش انا. تعال يا عبد الله. هذا كان جاتو، هذا ايوه اشرح لي تفضل. هذا جاتو كان كي تاكلوا. انا قلت له الرويس كي تاكلوا رايح تصغر بواحد 5 سنين. والله هاي صغار احمد الرواس هاي اذا صغار. كلته بتصغر 5 سنين يقول لك. خلصتها خلاص انا كيف ما عندك والله خلص واحد خلصتك واحد ثاني ما عندك قدرت كل علبتين. لا تسخر. بعدين علي بن شيخ في ساره من الجزائر بعد قالت هي صنعت شوي حلوه. كاين ساره قلت له كاين ساره من الجزائر، حصلتها هنا. هي الاصل تاعها من قسنطينه. وكاين مشجع. هذا اللاتيه تاع الجزائر ماشي كيما تعال اللاتيه تعال تاعنا. تعال تعال. هذا اللاتيه كان هذا الشاي شاي جزائري. شاي جزائري شاي جزائري. اللي يحب قال 3 ايام متنا. وهذه القهوه الجزائريه ولا ايش هذه؟ شاي كاع كله شاي. كاع شاي خلنا قهوه. كاع شاي. ما تنام 3 ايام ها؟ ما تنام. لا انا ما راح اشرب الليل. على طول كذا مثل علي بن شيخ. لا 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 يا ناس اقسم بالله 3 ايام بحل 3 ايام محل خزانه. ما خزانه. جد والله. لا انا بس يصحيك. نفس الشاي المغربي هو شاي من نفس شاي. لا مختلف. اخضر. كلنا مختلفات. شاي اخضر. بتشوفه طعم انت بعد بتعرف. احنا الشاي تاعنا اللي احسن شاي مليح في الجزائر، ما نقولوش في العالم. اوكي. كل واحد عنده بس حاجه تاعو. احنا يديروه الكثره في الصحراء الجزائريه هما التوارق. التوارق تاع تويرق توارق ويعرفهم يديروا شاي. انت صح وشنو هذاك الشاي اللي تشربوه في الصحراء الجزائر ما تربحش فيهم. هني سيد علي هذوما التويرق اللي لبسوا الزنار اللي لبسوا الزنار اللي لبسوا هذيك الزنار هما اللي يغطيوه هنايا. يغطيوا المرأة تبين. طعمه حلو والله. مليح طعمه حلو قوي. بس وين اختار خلينا ندخل يا رواس بيصحي 3 ايام بجد والله. لا صحيك 3 ايام. لا انا بس يعني كابتن زي الشاي. تعرف ما في مثل العربي تزيد شوي في الكلام يعني يعطيك راحه 3 ايام مرتاح. لما تشوف محمد بركات تشوفه حلو كذا. هني يا حسام. لحظة شوي. هو اليوم علي بن الشيخ علم الرواس عن أهمية الحلة ذي، الحلوى الجزائرية. حلو؟ قولوا حلو عاد اللي سمعني. حلو ممتاز. شوفوا اللي أحمد الرواس بس سوى. صادق. لا قد يا اخي تعال يا اخي هذه خصوصيات. ما عاد خلتنا خصوصيات. هو بس قال له 5 سنين وراه. وانا جاي من الملعب متاخر ولا البس ولا رحت بدل نفس الملابس الملعب، ما فكر بتاخر. اختار انا والمحارب اللي معه. صب حق الشباب اللي يبي شاي. وهذه الاستاذ ها تمر. اي تمر هذه كاع السفارات اللي كاينه في الجزائر كاع يجوا يكومونديو منها. كاع السفارات. انا دائما يجيبوا كل لي من الجزائر منها. نعم باسكو هذه احسن. هذا اسمه دقلة النور يعني. دقلة النور. بس في بعد الاطول. كاين هذه وكاين الاطول. كاين الاخرى اللي تشوف واش كاين الداخل. ايه؟ تشوف على الطرف. ما شاء الله ما شاء الله. لكم الخيرات كلها ما شاء الله تبارك الله. الحمد ربي بلادنا بلاد نعمه فيها كل خيرات. الحمد لله. راهي قاره. انا واش نتمنى ان شاء الله كيما راكم تزوروا الجزائر ان شاء الله لان نتشرف. راهم السياح يجوا من كل بلد. تدخل في اليوتيوب تشوف من كل بلد وعندنا شعب طيب. احنا اي سياح اللي يجي دراهم اللي يجيبهم يعاود يرجعهم معاه. يا سلام. خاطرش ما يخليوهش يخلص. وكاين جهه اللي ان شاء الله لو كان اللي يجي واحد الجزائر كاين جهه من جهه الصحراء الجزائريه يقول لها طامنا رصد. طامنا رصد هذه الله يسكرها يقول لها جات عاليه واحد 600 او 800 ما على باليش شحال. تما يشربوا شاي يجيو كاع السياح تاع اوروبا ودا يجيو السما. عندك تشوف الشمس كي تطلع هكذا كيما راك انت وانا تشوفها هكذا وكي تغرب تشوفها هكذا. حاجه معجزه ربانيه.
السياح لهنايا. الصحراء تاعنا صحراء ما شاء الله. انت تعرف ان في كثير من القطريين يجون الجزائر يروحون حق المقناص الصيد. Build your first voice agent in less than يجوا من جهه الغواط، من جهه جلفه، يجوا يصيدوا. يجوا لتما عندكم منطقه اسمها المزغيني. مزغنا هذه تاريخي زمان. مي مزغيني ما اعرف مزغيني. يعني انا اوقات ممكن يعني يدخلني الاسامي المنطقه، لكن اتصور كان في منطقه مقناص، يعني يروحون الخليجيين القطريين كذا يقعدون هناك ياخذون لهم مثل القاع مثل وين جاي في طمرست ولا اناميناس. والله انا ناسي الاسامي يعني، بس انه عموما الخليجيين القطريين خاصه يحبوا الجزائر، يحبوا الشعب الجزائري بشكل ما تتخيله. السفاره القطريه في الجزائر عامله مثل الفانزون. تخيل اخر تجمع كان للجمهور الجزائري المكان داخل 2500 اعتقد، وبرع يعني خارج المكان كان ما شاء الله في عدد كبير ينتظر الدخول، لكن كان المكان مغلق، فسوت السفاره القطريه وضعت لهم شاشات خارجيه. صح. يعني الفتره الجايه ان شاء الله راح يشوفون حتى في شاشات كبيره على اساس متابعه المباريات والاحداث. كان طاغيت كان عندها ممكن 3000 سنه، او كاين طاغيت، كاين جانات قالنا تشوف العجائب في هذيك الصحراء هذيك. نتمنوا اللي يجي مرحبا اني نلاقيه تما ان شاء الله في الجزائر. قول امين. امين يا رب. حفظ الله الجزائر قياده والشعب وبلد. الحمد لله عندنا شعب طيب. والله يزيدكم من خيره وفضله ان شاء الله. آمين. بلد خيرات. خلاص انا دحين كل خميس اتابع برنامج في الجزائر اسمه الهداف عشان يطلع فيه. يعني عندنا في توقيت عمان الساعه 12، توقيت قطر الساعه 11. ترى برنامج الهداف من اقوى البرامج في الجزائر. ما اعرف انا والله. لا من اقوى البرامج. وبعدين هي اسمها قناه الهداف وليس برنامج. وعلي بن الشيخ يعني هو اسطوره الجزائر او احد اساطير الجزائر، اساس ما حد يزعل علينا. لكن برنامج هو اللي اسمه بالمكشوف، احنا متابعناه هناك. بالمكشوف هو اللي تبعوه كاع. الله يعطيك الصحه. انا نزيد نقول كلمه برك. عندها يومين او 3 كلموني، صدر صراحه حدث المرور، شاحنه تقلبت ماتوا فيها 14 شخص. لا اله الا الله. نطلبوا لهم الرحمه الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم الجنه ويصبر اهلها ان شاء الله. هذه جات في بني عباس ولايه بشار من جهه الصحراء كانت. نقول الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم الجنه، واللي يسمعنا ويشاهدنا نترحم على اللي توفوا. 14 شخص توفوا في حادث، والله يصبر اهلهم ان شاء الله. عظم الله اجركم يا اخوي. امين. يعطيهم الصبر ان شاء الله. امين يعطيهم الصبر. بركوته محمد بركات، صار لك اسبوع تشرب من الكرك تبعنا، ما تقول انك تشرب كرك يعني، قول لنا. انا لسه مدمن كرك. الشاي اللي هو الجزائري هو طعمه حلو والله قوي. لا انا اكلمك انك صاير مدمن كرك صار لك اسبوع. بشرب بصراحه عجبني يعني. ايش مكوناته؟ ده ما اعرفش، انا بشرب وخلاص. صار لك اسبوع بتشرب ما تعرفش؟ لا وانا ايه اللي هيشغلني؟ ما حاجه عجباني لسه بقى هفضل لان انا عارف ان انا هشربها هنا، واما ارجع مصر مش هشربها. هرجع اشرب بقى الشاي بقى تاني والاسبريسو والحاجات اللي انا بشربها. ففرصه ان انا قاعد هنا 3 اسابيع ان انا اشرب بقى كرك والشاي الجزائري. من اللي اول واحد شربك الكرك؟ وشلون بدايه قصتك مع الكرك؟ والله هي هنا اما جيت، يعني انا ما شربتوش قبل كده.